واحد انا في يوم من الايام ما كنتش اتخيل ان انا ممكن مثلا اقدر اقوم املى لنفسي كوبايه ميه واشربها. انا مش عارف ايه اللي جاي، فاللي هو اي حد هيقول لي انا اقدر اساعدك انا هبقى خلاص عايز اجرب. في حياتي عامه انا الخطوه اللي بمشيها ربنا بيعوضني قصادها 10 خطوات. لا ده ربنا هيديك فوق ما انت متخيل، وده اللي بيحصل معايا. انا نجاحي الحقيقي ان انا النهارده واصل لمرحله ان انا اقدر احقق نجاحات بعد ما كانت كل مقومات النجاح في حياتي مقتوله. السلام عليكم. الحلقة دي حلقة مختلفة. مرتبناش محضرناش، بنتكلم بس من القلب. في لحظة وثانية اتفقنا هنسجل، ابتدينا نسجل. حلقة مختلفة لكل الشباب اللي بتعدي بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، بتعيش في محيط صعب، بيعيش مشاهد مؤلمة ومش عارف يخرج منها. في اللي خرج وفي اللي لسه ما خرجش. حلقة بتتكلم عن الفشل وازاي اخرج من الفشل وابتدي بداية جديدة مختلفة. علشان كده هيكون معانا النهاردة حد من الناس العزيزة على قلبي جدا، أنا بحبه جدا جدا جدا. هو صاحبي من فترة مش بعيدة، لكن كأني أعرفه من سنين. اللي بيميزه إنه هو قلبه نقي، ودي أهم حاجة وأحلى حاجة بالنسبة لي. هيكون معانا النهاردة صديقي العزيز مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ اهلا وسهلا بيك. منور. الحمد لله، نورك يا حبيبي. خليني اقول لك ان انا مبسوط جدا 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 ان احنا عملنا حاجه مره واحده، اللي هو اتفقنا يلا، فانت قلت لي يلا فابتدينا. دي حقيقه. ايوه. احنا زي ما قلت لك بنتكلم من القلب، بنتكلم عن حياه كلنا عشناها، فيها مراحل فشل وتحديات ما كانتش سهله. وانت يمكن حكيت لي شويه حاجات وقلت انا عشت بتحديات ربنا سبحانه وتعالى هو بس اللي خرجني منها. هسيب لك المشهد بدون اي اسئله. قول لي انت عايز توصل للشباب اي رساله ومن اي نوع؟ بص يا حازم، والله هي الفكره كلها بالنسبه لي من شويه تجارب كده أنا عديت بيها. في حاجات البني ادم بيوصل لها في الحياه طبعا بسبب ظروف المجتمع او البيئه اللي حواليه او الخ الخ. هو بتوصل بيه النهايه ان هو بتموت كل دوافع النجاح بالنسبه له او جواه. حته ان هو يقدر يعمل حاجه اصلا دي ما بتبقاش موجوده. حلو. ده ناتج من ايه؟ ناتج عن عده تجارب بتبقى فاشله. يمكن هو كانت ساعتها طريقه تفكيره غلط، او الظروف ما ساعدتوش، او التخطيط اللي هو كان عامله غلط. بس هي الفكره ان يعني بتوصل لمرحله كده ان هو خلاص انت وصلت لمرحله ان انت خلاص بتتمنى يعني ان انت الحياه تنتهي. الحياة تنتهي على كده، لان انت خلاص مفيش اي حاجة ليك تاني في الحياة تعملها يعني. لدرجة يعني ان فعلا الكلمة دي انا بقولها دايما، انا وصلت لمرحلة ان هو خلاص انا ربنا خلقني كده وهموت على كده، فانا مش عارف انا بعمل ايه في الدنيا يعني. عظيم. فلما بتوصل للمرحلة دي انت خلاص ما بيبقاش في حاجة بعد كده، انت ما بتبقاش شايف اصلا اي حاجة تاني في الحياة بعد كده. طب انا عايز اسالك على حاجه يا مصطفى. انت خرجت ازاي من التجارب الكتير اللي انت مريت بيها، وكلها انت بتشوف انها كانت فاشله جدا، ووصلتك ان انت في الاخر تستسلم؟ خلاص هو ده المشهد الاخير بالنسبه لي، وما عنديش حاجه اعملها، ولا عندي امكانيات، ولا عندي قدرات، وبقيت بقى عندك اليقين الكامل ان انا خلاص الدنيا وقفت لغايه هنا. بص يا حازم، زي ما قلت لك الكلمة اللي أنا بقولها دايما عامة يعني، اللي هو إننا لا ننمو إلا من خلال الألم. ايوه. طول ما أنا كمصطفى كنت شايف قدامي مساحة مثلا إن أهلي ربنا يخليهم لي يعني، هم دايما في ظهري وشافوا مني اللي محدش شافه، بس هم فضلوا في ظهري لحد اللحظة اللي أنا فيها دي. لما بتوصل لمرحلة إن أنت خلاص من الألم أنت مش شايف أصلا أي أوبشن في الحياة، فمن هنا أنت بتبدأ تخرج من الحتة دي، لان انت ما بيبقاش قدامك اوبشنات، انت خلاص مستني الموت. حلو. فبتبقى مستني بس حد يجي يمد ايده كده يقول لك تعالى بقى، انا القشايه اللي انت بتتمسك فيها وانت بتعوم، اللي هو انت بتغرق. ايوه. انا لقيت القشايه دي الحمد لله طبعا بفضل من ربنا يعني، وكنت يعني ما مسكتش فيها بمزاجي، غصب عنك. غصب عني خلاص. انا مش عارف ايه اللي جاي، فاللي هو اي حد هيقول لي انا اقدر اساعدك انا هبقى خلاص عايز اجرب. حلو.
فمن هنا اللي انا برضو يعني اكتشفته بعد كده ان هي الفكره ان انت تفهم نفسك. الوعي جميل. الوعي الكتير هو اللي بيخلي الواحد يبدأ يرتب أفكاره ويبدأ يعيد حساباته ويبدأ يشوف طبعا عن كذا طريق. ببدأ ان هو انا اشوف لا انا اقدر اعمل حتى لو حاجة صغيرة قوي، والحاجة الصغيرة هي اللي هتوصل للكبيرة. عظيم. يعني مثلا كنت بتكلم انا وانت في الموضوع دوت، حتة اللي هو واحد انا في يوم من الايام ما كنتش اتخيل ان انا ممكن مثلا اقدر اقوم املى لنفسي كوباية ميه واشربها. حلو. بجد حرفيا اللي هو انت المشهد بالنسبه لك ان انا اقوم اجيب كوبايه ميه، انا اصلا مش هقدر. انا مش هقدر اعمل كده، ده صعب. يعني ده بالنسبه لي ابسط الاهداف. بالظبط. فالنهارده واحد النهارده اصلا بالنسبه له دي حاجه صعبه وحاجه كبيره. فالنهارده مثلا ازاي مثلا هينزل شغله وهيلتزم بيه، يصحى الصبح بدري ويخلص في ميعاد معين، يبقى فيه المفروض مهام بيعملها في يومه، المفروض بيبقى فيه مسؤوليات اصلا او الحياه بشروطها هو المفروض يعيشها. فانت متخيل من البني ادم ده ازاي هيتقبل الواقع ده؟ فهي الفكره الموضوع صعب قوي، صعب قوي فعلا، ان هو انت اصلا انت ما عندكش اي قدرات في الحياه ان انت تعمل اي حاجه. عظيم. فالنهارده انت ازاي تجيبني من هنا تحطني في حته البني ادم الطبيعي اللي عايش حياته ومشيها مراحل طبيعيه. النهارده هو اتخرج، اشتغل، اتجوز، بقى فيه مسؤوليه، بقى فيه بيت، بقى فيه حياه. المفروض ان هو ملزم بحاجات كتير حواليه، هيستحمل كل ده ازاي؟ فهنا انا رجعت الحته كده كنت بسمعها، او كلمه كنت بسمعها دايما ومقتنع بيها جدا لحد النهارده، ان هو ما يفسده الظهر لا يصلحه الا الظهر. مش المفروض ان انت تجيبني من اقصى اليمين تحطني في اقصى الشمال. بالراحه. بالراحه واحده. بالراحه. النهارده انت بتدرب نفسك على شويه حاجات بس انت تهيئ نفسيا نفسك. هو الموضوع مش قوه بدنيه او الموضوع صحه، موضوع قوة عقلية وإيمان عقليه بنفسك أكتر. بالظبط. إن أنا أقدر، هي الفكرة في إن أنا أقدر. بالظبط. انت هترجع بقى ازاي للايمان ده بعد كل التجارب الفاشله اللي انت عشتها؟ انت بترجع تعمل مراحل كده في حياتك، او تحط اهداف صغيره قوي. عظيم. اهداف اللي هو بتبقى على مدى قصير ونتيجتها تبقى سريعه. انت من هنا من اول تجربه انت بتعملها حتى لو هي بسيطه جدا وبدات تحقق فيها نجاح حتى لو لا يذكر، انت بتبدا حته الصوره اللي انت حابس نفسك فيها بتاعت انا ما اقدرش دي تتهز. حلو. فهدف صغير انت بتبدا، بس انت بترمم نفسك نفسيا. انا مسميها كده، انا برمم نفسي ان انا اقدر. صح. او ابدا ان انا احس ان انا اقدر اعمل حاجه حتى لو صغيره جدا. ثقتك بنفسك تبتدي تعلى. بالظبط. واحده واحده. عندك ايمان، لا طب انا اقدر، طب ليه ما اخدش خطوه اكبر من اللي انا خدتها قبل كده؟ بالظبط. وهكذا. بالظبط. انا النهارده خلاص بدات عقلي بعد ما كان مصدق ان انا ما اقدرش، هو بدا هنا ايه ده، لا ده انا اقدر، ده انا عملت 1 2 3 حتى لو حاجه صغيره. لا وخليني اقول لك، انت ما عملتش حاجه صغيره، انت عملت حاجه كبيره جدا. انا لان انا شايف ده. الحمد لله. وانا يعني بحكم ان احنا عشنا مع بعض شويه، فانا قادر اقرا كويس ايه النتائج اللي انت وصلت لها في وقت شكله عامل ازاي بعد التحديات اللي انت عشتها. فانت بالنسبه لي مثال لشخص ناجح جدا جدا جدا. مش بتكلم هنا على صعيد ان انت قدرت تحقق نتائج كويسه في الشغل، انا بتكلم على الصعيد نجاحك الإنساني، تغلبك على الآلام اللي انت كنت بتعيشها، التحديات اللي انت مش قادر تخرج منها، انك تطلع من ده. فده أكبر نجاح. أنا عايز أقولك النهاردة مصطفى على حاجة. انت النهاردة كنت بتعيش جوه بيئة ما بتعملش اي حاجة غير انها بتلعب وتخرج وتسهر وتتنطط وتروح شمال بالزبط. وتروح يمين. بالظبط. بتنام الصبح وتصحى بالليل، واللي بتعيده بتزيده، نفس الحدوتة دي. بالزبط. واغلب الشباب بيعملوا ده دلوقتي، والنتيجة في الاخر هي زيرو. والنتيجة وصلتك في الاخر ان انا ما بقدرش اعمل حاجة وما بقدرش انجح في حاجة. بالظبط. طيب قمة الألم ان انت تبقى تشوف ناس في سنك قدروا ياخدوا خطوات ونجحوا. بالزبط. وانت بقيت مقتنع ان انا هعمل ايه، انا زي اللي انا عايش وسطيهم. فالبيئة النهاردة، البيئة من الحاجات المؤثرة جدا 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 على البني آدم، سواء بالسلب او بالايجاب. طبعا. صح كده الكلام؟ طبعا. خرجت من البيئة دي بقى يا درش ازاي؟ هقول لك. بص يا حازم، خليني بس اوضح حاجه صغيره. انا كان زي اي حد، كان اي شاب من وهو صغير. انا الدنيا خدتني. حلو.
الدنيا خدتني بكل الشهوات بتاعتها وبكل ملاذ الدنيا. آه، ومن اللي انا عديت بيه انا فعلا وصلت للمرحله اللي انت كنت بتتكلم عليها دي، ان انا حسيت ان القطر بتاع الحياه فاتني. انا نمت صحيت في يوم لقيت نفسي عندي 30 سنه 31 سنه وما عملتش اي حاجه في حياتي، غير ان انا فضلت اجري ورا مثلا الصحاب والسهر وخلاص. انا مش مركز في اي حاجه في الدنيا غير كده. ربنا اداني نعم كتير قوي انا ما استغلتهاش. انا بس لو كنت استغلتها انا كان زماني في حتة تانية خالص، غير اللي انا الحمد لله على اللي انا فيه طبعا وكل حاجة. بس انا عشان اكون صريح معاك انا ما قدرتش النعمة اللي ربنا اداها لي. آه، النهارده ببص لكل الجيل بتاعي او كل اصحابي، هم مقسومين نصين. نص مشي ورا الدنيا زيي، وهو النهارده تقريبا لسه ما خرجش من الحتة دي وما عملش اي حاجة. ونص تاني هو عاش العيشة الطبيعية بتاعة البني آدمين الطبيعيين، اللي هو خد مراحل عمره واحدة واحدة. ما تسحلش في سهر في صحاب، ما شغلش باله بأصل فلان أصل فلانة. رايحين نسهر يلا رايحين نسافر، نشرب، رايحين رايحين نخرج، نشرب كل الكلام بالظبط. اللي الشباب بتعمله دلوقتي. وخصوصا ان انا اللي عشته ان ساعتها انا كنت واخد الدنيا بصدري. كنت واخد الدنيا بصدري ان هو انا جاي في اي حاجه. انا كنت ساعتها كده، كانت دماغي جايباني ان هو انا قد اي حاجه وانا اجمد واحد في الكوكب. صحابي مثلا بيبقوا في الجامعه بيحضروا مثلا محاضره، وانا واقف قدام الجامعه مثلا انا وفلانه وفلان وبنشرب حاجه بنعمل حاجه. آه، اللي كان بيحضر المحاضره النهارده هو عايش عيشه سويه ومحترمه. انا النهارده ما حققتش او ما وصلتش في سن معين للي هو وصل له. هي الفكره اللي انا عايز اقولها ان انا النهارده انا مش مطلوب مني ان انا كنت عشت مثلا عيشه ما فيهاش ما اتبسطش بعيشتي. لا، انا كان ممكن اتبسط بعيشتي وكل حاجه، بس ادي لكل حاجه حقها. انا من الناس اللي ما اديتش حاجه حقها، ووصلت لمراحل ان انا اتعاملت مع ناس اصلا هم مش يعني مش عارف اقول مش شبهي ولا يعني. انا وصلت لمرحله ان انا بقيت اتعامل مع ناس هم عكس تربيتي وعكس عيشتي. وللاسف للاسف للاسف انا بدات اخد منهم. اتأثرت، ده اللي بنقوله، انك بتتأثر بالبيئة. بالظبط. سواء ايجابي سلبي فهو سلبي. فانا انا ما كنتش بعمل حاجه غير ان انا كنت ماشي الم السلب من كل اللي حواليا، لان كل اللي حواليا سلبي. اوكي. آه، عشت حاجات كتير قوي في وسط الناس دي او في وسط المجتمع اللي انا كنت فيه بتاع السحله اللي انا كنت مسحولها دي. آه، عكس اللي انا اتربيت عليه. فبدا انا يبقى عندي كده زي ما بيقولوا كده، انا خلاص السيستم بتاعي بدا عقلك بقى فيه مشاكل. بالظبط. هو مين صح ومين غلط؟ امم هو انا لما الغلط يبقى كتير حواليك وانت الوحيد اللي صح، انت بتبدا تشك في نفسك. ايوه. فبالتالي انت النهارده في وسط الدايره دي، فانت لازم تبقى زيهم، فانت لازم يبقى الغلط بتاعهم غلط عندك والصح بتاعهم صح عندك. فبالتالي ده عكس كل اللي انت اصلا اتربيت عليه، فانت بيبقى عندك مشكله. امم بس وقت ما كنت في الدايرة انت مش شايف كويس. هي دي بقى. ومقتنع ان انت اللي بتعمله ده صح جدا، يمكن بتتخانق مع اقرب الناس ليك. هي دي بقى. انا كان الناس اللي كنت شايفهم هم ضدي في الحياه هم كانوا اقرب الناس ليا بجد. شايف الصورة بالعكس تماما. بالظبط. وانا كنت مصدق فيها قوي. ايوه. يعني ما كانش الموضوع بالنسبه لي اللي هو في شكوك. لا، انا كنت مصدق فعلا النهارده اللي بيجي ينصحني بالخير ده بيضرني، مش عايزني ابقى فرحان. بالظبط. انت ازاي بتعمل كده؟ ايوه. اللي كان من كتر يعني اخطاء التفكير اللي كانت عندي، انا كان اكتر حد ممكن يضرني في الحياه هو اكتر واحد انا بجري عليه وصاحبي وحبيبي. بجد. ايوه. حتى في ابسط الحاجات انا كان ممكن الحاجه ربنا يديها الصحه مثلا كانت ممكن تخش تقول لي مثلا انت ما اكلتش بقالك شويه هحط لك اكل. كان ممكن اتخانق معاها اقول لها انت عايزه تحطي، انت بتساليني يبقى انت مش عايزه تحطي لي اكل. انت حطي لي اكل على طول. فانا كنت دايما حاجات كده صغيره انا كنت ببقى شايفها بالغلط. اقرب الناس ليك هم ألد اعدائك. بالظبط زي ما بيقولوا كده. والاعداء الحقيقيين دول اعز اصحابك.
بالظبط. ده اللي انت كنت بتعيشه. وانا كنت مقتنع بده، ما كنتش ايوه، ما هي ما كنتش المشكله ان انت بقوله. عندك الايمان الكامل ان هو ده الصح. بالظبط. اه. فهي الفكره بجد النهارده الدنيا بقت صعبه. هي الدنيا عمرها ما كانت سهله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لقد خلقنا الانسان في كبد. بالظبط. فالدنيا بطبيعتها ما كانتش سهله، وفيها اختيارات احنا اللي بنختار فيها طريق الخير وطريق الشر، الطريق الصح والطريق الغلط. فاختياراتنا في الاخر هي اللي بتحدد النتائج. دايما يا مصطفى بنقول ايه؟ بقى الاسباب تؤدي الى النتائج. انا بعمل ايه النهارده وبالتالي بكره هتبقى دي نتيجه طبيعيه للخطوات اللي انا خدتها. طيب عايز انقل معاك نقله تانية. لما خرجت من البيئه دي وابتديت بقى تشوف الصوره من فوق، قول لي بقى شفت مصطفى ازاي بعد ما طلعت النهارده وقدرت تحقق نجاح؟ انا بشوف انه نجاح كبير جدا جدا جدا، لان خد بالك فكرة ان انت النهاردة تعالج نفسك نفسيا وتنقل نفسك من هنا لهنا، ده نجاح كبير جدا. ناهيك ان انت قدرت تحقق نجاح في شغلك ما شاء الله برضو، وانا قادر المسه، ربنا يبارك وتكمل ان شاء الله على خير. يا رب. لكن فكرة انك عالجت نفسك نفسيا هي دي اهم خطوة. فقول لي لما طلعت ودخلت بيئة احسن من البيئة اللي قبل كده، شفت ازاي نفسك زمان؟ انا بص يا حازم، انا من الناس اللي يعني انا بحب افكر، انا بفكر كتير. ودايما الكلمه دي بقولها يعني بقولها دايما على لساني، انا بحب ابقى مقياس نفسي. حلو. آه، انا النهارده لو انا كنت دايما بكسل على كل حاجه. حلو. انا عرفت مشاكلي كانت فين. بدات ناس معايا او ناس هي انا بثق فيها، هي بدات تخليني احط ايدي على مشاكلي. اوكي. مع الوعي اللي انا اتكلمت معاك فيه، انا النهارده بقيت اركز على مشاكلي النهارده. يعني مثلا هديك مثال صغير قوي. انا النهارده في يوم من الايام او قبل كده في يوم من الايام، انت لو كنت جبت لي شغل وقلت لي خلاص انت هتروح الشغل دوت وانت خلاص تمام وخلاص هتشتغل، من عدم ايماني بنفسي ما كنتش هروح. اوكي. بدات امن بشويه حاجات كده، ودي فعليا يعني احكي لك فيها مواقف. انا بقيت امشي بغض النظر، يعني تمشي فيها بغض النظر عن النتائج، لان انا بقيت مآمن قوي بفكره ان النتائج دي بتاعت ربنا مش بتاعتي. ونعم بالله. صحيح. بس مش معنى كده ان انا اسيب نفسي واقول بقى خلاص ربنا هو اللي هيمشي لي كل حاجه. تاخد طبعا بالاسباب. اخد بالاسباب. اي. النهارده انا عليا السعي، وعليا النهارده ان انا التزم بدوري في الحياه اللي ربنا خلقني طبعا. عشانه. طبعا. ما سبقش الاحداث بالنتيجه، حتى لو النتيجه بالنسبه لي انا ممكن اكون يعني اعرفها مثلا بنسبه 70%، انا همشي ورا اراده ربنا مش ارادتي. اي. يكفي عندي ان انا بعمل دوري. يعني مثلا فضلت فتره كده معينه انا ما كنتش شغال، بس انا كنت مأمن ساعتها في الحته اللي انا بقول لك عليها دي، وعارف ان انا عندي مشكله في الحته دي. ماشي. ما بلتزمش بشغل وما بلتزمش بحاجه. ماشي. فلقيت شغل كده، قاعد بدور على النت، لقيت شغل كده في مكان معين وبتاع، والشغل ده بيحتاج مواصفات معينه. حلو. وباختصار كده انا عندي مشكله في المواصفات دي، ماشي. بس قدمت على الشغل حلو. وانا واثق بنسبه 99% ان انا مش هتقبل. حلو. عشان ادرب نفسي انا قمت حجزت خلاص، يعني حجزت ميعاد الانترفيو، وجهزت نفسي ولبست وظبطت نفسي ونزلت. رحت مواصلات لحد ما رحت عملت الانترفيو وانا واثق مليون المية ان انا مش هتقبل. وعملت الانترفيو وخلصت وقالوا لي هنكلمك، وروحت. تمام. النهاردة انا كمصطفى بالنسبة لي انا في انتصار مع نفسي، مع ان انا كنت متأكد ان هم مش هيكلموني. مم. بس انا النهارده اللي طالع كسبان من التجربه دي حاجه صغيره اهي. انا ما كنتش بقوم املى لنفسي كوبايه ميه، لا انا النهارده سعيت والتزمت بالميعاد اللي انا رايحه، ولبست وظبطت نفسي ونزلت رحت المشوار دوت كله، مع ان انا عارف ان انا خلاص انا سبت النتيجه على ربنا. مم. اللي هو انا زي ما يقولوا ايه كده، انا بعمل اللي عليا يا رب، انا راضي بالنتيجه بس انا عملت اللي عليا اهو عشان ما تشوفش ان انا مقصر. ايوه. دي كانت اول خطوه بالنسبه لي مع ايماني بربنا، ان ربنا دايما بيدي كل واحد الحاجة في الوقت المناسب.
صحيح. بس انت ما تقعدش مستني وانت ما بتعملش حاجه. انا الشغل اللي انا فيه النهارده جالي احسن من الشغل اللي انا روحته وما كلمونيش فيه 100 مره، وكان عندي نفس المشاكل اللي تخليني من جوايا حاسس ان انا مش هقبل في الشغلانه، وربنا سهل لي الامور ورحت عملت الانترفيو وحصل معايا اليوم ده معجزات. ان انا لقيت نفسي بعديها بكام يوم لقيت نفسي في الشغل وشغال وفي وسط ناس كويسة وناس بتحبني من قلبها وناس بتساعدني بجد. ربنا ده كبير قوي. ايه ده؟ صحيح. انا كنت عايز اقول لك ان اولا واخيرا هو فضل ربنا عليك قبل طبعا اي حاجه. طبعا. لكن زي ما انت قلت، انت خدت بالسبب. انت نزلت الاول، اتحركت، رحت قبلها انترفيو وما بالظبط. اتقبلتش، ورحت التاني. بس اول انترفيو طلعت منه بنتائج ان انا ممكن انزل وممكن اشتغل بالظبط. واقدر انجح هي دي. واقدر اخرج من اللي انا فيه. هي دي. وبالفعل انت اشتغلت النهارده وبقيت شغال في مكان وبتحقق نتائج وعايش في بيئة مختلفة تماما. ما بتحنش لأيام زمان يا درش؟ ما بيجيش وقت عليك كده تفكر ايه ده الدنيا زمان كانت برضو جميلة وفيها متع بيحصل ولا لا؟ اقول لك الصراحة، بيحصل في بعض الاحيان مع الضغوط اللي انا ببقى انا فيها. دي بقى احلى اجابة عجبتني، لانه الطبيعي ان هو يحصل. لا هو كده كده بيحصل، بس كويس. بيحصل. انا كمصطفى ايوه. من اللي شفته بخاف جميل. ولا مش بخاف، انا بخاف قوي. حلو. عارف لما يبقى فيه من اللي انت شفته في حياتك او عديت بيه، عارف لما بيبقى فيه فزاعة كده انت بتشوفها بيجي لك بتلاقي قلبك بينبض كده. ينزل لك صورة بالالوان في المشهد اللي كان قبل كده، النتائج بالظبط. مرعبة، ما اقدرش. بالظبط. فمن هنا انا بعترف وبقر قدام نفسي وقدام الناس كلها ان انا ضعيف، ما بكبرش. انت بالعكس، انت جامد جدا. انا ضعيف ومش قدام. بجاملك، خد بالك، انا مش فاهم. بجاملك، بس انا قادر المس قوتك وارادتك الحقيقيه مقارنه بالاخرين. فعشان كده بقولك ان انت جامد وقوي وناجح وعندك مشوار كبير يا مصطفى. ان شاء الله رب العالمين هتعمل قصه نجاح مبهره، ده انا متاكد منه. ومش بقولك كلام على فكره بجاملك بيه او كلام علشان ازقك بيه، انا بقولك حقيقه وواقع. ان شاء الله نشوفك في احسن الاماكن يا رب. بص يا حازم، انا انا عشت فتره برضو، معلش عشان مش عارف انا بقول كلام، اصل انا بقول كل اللي جوايا. انا بتكلم. انا ما هو احنا متفقين ان احنا قاعدين بنتكلم من القلب. في حته كده اللي هو ايه، في ناس بتبقى واقعه في مشاكل وفي ناس بيبقى عندها ضغوطات وكده، فبتختار اللي هو ايه بالبلدي كده بيقولوا احط ايدي على خدي واقول يا عيني عليا وعلى اللي حواليا والدنيا والظروف واستسلم وافضل قاعد. صح. انا كنت عايش كده في فتره من الفترات. حلو. ودايما كنت برمي اللوم على كل حاجه حواليا. جميل. يعني انا كنت اشطر حاجه فيها في الحياه، انا سبب فشلي ده كذا. انا سبب فشلي دوت ومشاكلي كذا. والله امي اخواتي اخواتي صحابي اصل مش عارف ايه، ترمي شماعه على اي حد. بالظبط. حلو. انا طول ما انا بعمل كده وبرمي شماعات انا مش هتقدم خطوه. عارف يا مصطفى، كان في ايه مثل زمان شركه من الشركات اشتغلت فيها، كانوا دايما مشهورين بحاجه كده زي ايه، سلوجن كانوا ماشيين بيه او شعار دايما الناس تردده. يقول لك ايه، الفشل ليه اعذار والنجاح ليه اسباب. يعني لما تيجي الواحد ايه ما بيعملش اي حاجه في حياته فتقول له يا ابني انت ما خدتش خطوه ليه، انت ما نجحتش ليه، انت يقول لك والله اصل فلان، اصل البيئه، اصل معيش فلوس، اصل مش عارف ايه، اصل هي دي. وتيجي الواحد دايما تلاقيه فيه عذر، وتيجي الواحد ايه ناجح فتقول له انت ازاي نجحت، فيدي لك اسباب. يقول لك والله انا تعبت، انا اجتهدت، انا خدت. فالنجاح دايما ليه سبب. طبعا. بص يا حازم، فمظبوط اللي انت بتقوله سليم 100%. الفكره كمان، بص هو الواحد طول ما هو عايش هو بيفضل يتعلم. صحيح. بيفضل يتعلم ازاي. انا كان عندي مشكله برضو في حته في وقت معين، انا دايما كنت معتمد على اللي حواليا. حلو. يعني انا كنت لسه بتكلم مثلا مع اخويا في موضوع معين كده، انا فضل يكلمني من الحاجات فعلا اللي بدات اشتغل عليها. انا ليه دايما مستني من الناس حاجه؟ ليه مثلا ما بتكلمش على اللي معايا، على اللي انا اقدر اعمله؟ جميل. ليه ما احطش اول طوبه في بيتي بايدي؟ هو اللي بيقول لك ولا انت اللي بتقول له؟ هو اللي بيقول لي. هو اللي بيقول لي. حلو. يعني
في حاجات كده انت بتقعد في كلام كده بيسمع معاك او بيعلق معاك، انت بتفضل ربنا تفكر يخليكم فيه. لبعض ويبارك لك فيه. آه يا باشا النهارده انا لو ما قومتش نفسي محدش هيقومني. كويس. النهارده في كلمه كده برضه، اللي محدش هيمسح دمعتي غير ايدي. انا صح. اللي بختار انا عايز اعمل ايه. صح. انا ممكن ابقى افضل قاعد وارمي شماعات على الناس والوم الناس في كل حاجه والظروف والدنيا، مش هعمل حاجه. لا انا خسران الوحيد هو بالظبط. انا قررت ان انا هقوم وهحاول وهقع وهحاول وهقع وهحاول، وطول ما انا بحاول هوصل. وبعدين كفايه ان انا عايش بحاول طبعا. لكن مش قاعد في البيت. انت عارف المكسب الحقيقي فين زي ما انت بتقول؟ في المحاوله. بالظبط. وده مش كلام تنميه بشريه، ده من يقول لك الرحله او متعه المشهد والنجاح كله في الطريق. بالظبط. في الطريق مش في النتيجه. فهو الفكره ان انت تكون على الطريق السليم، هو ده انجح حاجه. المحاولات المستمره انت دايما بتتعلم منها حاجه. صحيح. وكل موقف انت يعني انا مش مع فكره ان يعني انا مش ضد الفشل. تخيل انا ضد الفشل من غير ما استفاد منه حاجه. الفشل نفسه انا لو فشلته وقعدت حسبت انا فشلت ليه وقصرت في ايه وعملت ايه كويس، وحسبت التجربه اللي انا عملتها وفشلت فيها دي هستنتج منها معلومه، انا بالنسبه لي كده كسبت من الفشل. مظبوط. لكن ضد قوي الفاشل اللي يفشل في حاجه معينه ويطلع من غير درس، او ما يعملش محاوله تاني. بس هي الفكره انت لو ما طلعتش، هو انت لو استسلمت ووقفت على كده ما خلاص يعني ما فيش نتائج جديده. ولو فضلت تفشل نفس الفشل كل مره وما تتعلمش منه حاجه، انت ممكن تكرره للمره المليون، لكن عمرك ما هتفشل مره وتطلع منها درس وهتفشلها تاني. انت هتحاول بطريقه تانية. اينشتاين كان وصف الجنون يا مصطفى في الحته اللي انت بتتكلم عليها دي، كان يقول لك ايه؟ ان من الجنون تكرار نفس الشيء، تتوقع نتائج مختلفه وتستنى ايه نتيجه جديده او نتيجه بالظبط مختلفه. مشهوره يعني الجمله دي عند اينشتاين. ففكره ان انا فشلت وانا بعمل حاجه واجي اعيدها بنفس الطريقه تاني ومستني، لا، لازم اكون خرجت بدرس. بالظبط زي ما انت بتقول، الدرس اتعلمت مهاره جديده، عملت غلط في الخطه بتاعتي، كان في خطوه قبل ايا ما يكن، بس في الاخر في درس مستفاد يخليني اعيد ده واستنى ان شاء الله ان يبقى في نتيجه جديده، وهتخليك تشتغل على نفسك وتنمي نفسك في حته تانية. صح، مهاراتك تبدا تزيد. انت ممكن النهارده يبقى عندك مثلا حته كده صغيره فيك انت محتاج تشتغل عليها، انت مش هتشوفها ولا هتحط ايدك عليها غير لما تجرب تجربه الحته دي توقعك فيها او صحيح. الحته دي تخليك تفشل فيها. صحيح. طب ما مصطفى، انا معلش هقطعك في الحته دي، لان انا اكتر حاجه شداني في الحدوته بتاعتك كلها هو انه انا بلمس فيك النهارده ان انت بقيت مستمتع باللي انت بتعمله. يعني بلمس فيك ايه؟ في حته كده ما شاء الله، ودي حاجه عظيمه، يعني فخر باللي انا وصلت له النهارده، وهو يستحق الفخر فعليا، فعلا يستحق الفخر. عايزك تكلمني على الإحساس ده، لأن أنا يهمني قوي إن كل اللي بيعيش التجربة دي ولسه ما خدش خطوة إيجابية يبدأ يتحرك، يبدأ يطلع من البيئة دي، يبدأ يصدق نفسه. ما نقدر، ما هو في الآخر ما فيش فرق ما بينك وما بيني وما بينه وما بين كل البني آدمين. برضو تاني أنا بأكد إنه ده مش كلام تنمية بشرية. زي ما انت بتتكلم على تجارب، انا كمان عشت تجارب يعني، وابتديت يعني الموضوع من تحت خالص، وحاولت مرة وفشلت، والتانية والتالتة والرابعة، لحد ما الامور ابتدى يبقى فيها معالم واضحة. وفي الاول وفي الاخر فضل ربنا وكرمه علينا طبعا ان هو وصلنا اللي احنا فيه، لكن انت بتاخد بالاسباب. فكلمني على احساسك وسعادتك بنفسك وفخرك باللي انت وصلت له النهارده. تمام. انقل لي الصورة زي ما هي برضو من قلبك، يعني أنا عجبني الحوار وإحنا بنتكلم بالطريقة دي، فانقل لي الصورة. بص يا حازم، أنا كان قدامي طريقين. جميل. زي أي حد. أنا هشوفها سودة، والنهاردة أنا عندي 32 سنة، هلحق أعمل إمتى؟ أوكي. سمعت عن ناس، انت عارف انا ما بتكلمش كلام اكاديمي او بتكلم في حاجه، بس انا بتكلم بالظبط. يعني انا سمعت عن ناس عملت فلوس كتير وخسرتها في سن كبير. اوكي. وقعدت 2-3 ورجعت الفلوس دي تاني. جميل. في ناس كانت بتنام في الشارع
وقعدوا سنة واتنين وعملوا اللي بقاله 20 سنة ما عملوش. انا النهاردة عندي 30 سنة 32 سنة، مش يمكن ربنا مقدرني ان اللي الناس عملته في 10 سنين انا اعمله في 5 بس، وفي سنه، وفي ومش سنة في بس. 5 وفي 6 شهور. بالظبط. لو بقى عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى وامنت طبعا. بقدراتك وصدقت في نفسك، هتوصل. انا مش عارف ليه يا مصطفى كل شويه بروح لكلام التنميه البشريه، بس مش عارف، اللي بس انا هو بقوله بس اللي انا بقوله انا مصدقه. بس هو اللي أنا بقوله ده دلوقتي- الواقع اللي احنا عايشينه. ايوه اللي انا بقوله انا مصدقه. حبيت نفسي يا حازم، حلو ده. حبيت نفسي لان انا شفت نفسي مش اقل من ان انا احبها، لا. جميل جميل. انا ما كنتش استاهل اي حاجه من اللي انا كنت فيها. حلو. ومن هنا انا بدات اشوف نفسي لا، انا استاهل كل خير. صح. انا ربنا مش خالقني زي ما كنت بقول الاول عشان افضل انسان وحش، افضل انسان فاشل، افضل انسان مش قادر. اكيد ربنا ربنا الكبير قوي دوت اللي هو اكيد مش خالقني كده. طبعا. لا، ده ربنا خلقني بني ادم معزز مكرم. ربنا نفسه عززني. ايوه. ابهدل نفسي ليه؟ برافو عليك. حبيت نفسي، اديت لنفسي قيمتها الحقيقيه، ما استنيتش الناس تديني قيمتي. جميل. من هنا انا بدات احط نفسي في الطرق الصح على قد ما اقدر. عظيم. بقيت اخاف من الغلط. هو ما فيش بني ادم معصوم من الغلط عشان برضو انا كلامي يبقى بني ادمين بالظبط. هو طبيعي هنفضل البني نغلط، آدمين. بس في غلط عن غلط يفرق. بالظبط، بس على الاقل على الاقل ما بقاش شايف الغلط بعيني وابقى عارف ان هو ممكن يبوظ لي حياتي واروح له برجلي، او اشوف ان هو عادي وان ده الطبيعي، او اشوف ان هو ده الطبيعي يعني. صح. على الاقل هلوم نفسي، على الاقل بالظبط. هعاقب نفسي، على الاقل هندم، هتوب، ارجع لربنا تاني. بالظبط. لكن ان انا اشوف ان ده عادي وان انا يلا نعمله ايه المشكله ويعدي او يمر مرور الكرام، ده الخطر الحقيقي. بالظبط. انا من الحاجات، بص يا حازم، انا من الحاجات اللي مخلياني النهارده انا فرحان بنفسي. انا اللي حاجات- فرحان بيك يا مصطفى عشان تبقى عارف. حبيبي والله حازم. بجد. من الحاجات من اللي هو ممكن مش اي حد هي يحس قيمتها زي انا لما بصحى الصبح الساعه 9 واجي شغلي او اروح شغلي، انا ببقى فخور بنفسي. مش متاخر 9 ده مصطفى شويه؟ 8 يعني ونص. ماشي 8 ونص. بجد بجد لما ببقى في الشركه بتاعتي الساعه 9 والله ببقى فخور بنفسي. ما شاء الله. حاجات بسيطه قوي كده صغيره انا قعدت فتره كبيره ما بعملش. هو ممكن يبقى حاجات الناس تشوفها بسيطه. لا هي مش بسيطه، بالعكس. انت عامل انجاز. أنا- فعليا انت عامل انجاز. انا غيرت في نفسيتي. ما شاء الله. لما النهارده ربنا بيكرمني في شغلي واحس ان حد بيقول لي كلمه كويسه. بص يا حازم، انا ضد المقوله بتاعت فاقد الشيء لا يعطيه دي. بصراحه وانا كمان ضدها. ده فاقد الشيء اكتر حد يعطيه. برافو عليك. بتفق 100%. بجد. وطبعا والله بتفق معاك 100%. انا النهارده بجد ببقى فقد فرحان. الشيء يعطيه ويعطيه ويعطيه جدا بزيادة. جدا جدا. طبعا. انا النهارده ببقى فرحان بنفسي لو قلت لحد كلمه غيرت موده. جميل. ما شاء الله. ببقى فرحان بنفسي النهارده ان انا طريقي، انا بدات اخطط لحياتي وباخد خطوه خطوه في حياتي. انا كل يوم بتقدم فيه النهارده في حياتي لقدام. انا الخطوه بتفرق معايا قوي. صحيح. بتفرق معايا عكس الناس اللي بدات طريقهم بدري. انا النهارده وزي ما قلت ما يفسده الدهر لا يصلحه الا الدهر. ما تستناش من بني ادم النهارده فضل بيدمر في حياته سنين كتير. عمري ما هجيب العصايه السحريه واعملها كده وابقى انا خلاص انا تمام في كل حاجه. مراحل بالراحه بالظبط. وعلى الهادي بالظبط. وشويه خطوات صغيره وتبدا واحده واحده. ومع الزمن انا هبدا ارمم نفسي نفسيا وهبدا ابني لنفسي العيشه اللي انا استاهلها. طيب هنا نأكد على جزئية بقى يا مصطفى باشا. ايه بقى الجزئية دي؟ ان البيئة عنصر مهم جدا. طبعا. صح؟ طبعا. ولا لا؟ بص يا حازم، ايوه. البيئة عنصر مهم جدا لان انا كبني ادم من اللي انا عشته في حياتي انا قاعد مع حازم ناجح هبقى ناجح زيه. قاعد مع سين من الناس هو كل دماغه في خروجه او في لعب هبقى زيه. انا مع الحتة بتاعت ان البني ادم زي ما بنقول كده بالبلدي جواه كوباية. انت اللي بتقدر من الناس اللي حواليك تملك كوباية دي بطاقة سلبية او ايجابية. انا النهاردة في الوقت اللي انا فيه ده
انا ما بقعدش او ما بسمحش لاي مخلوق على وجه الارض يشغل بالي بحاجات مش مفيده. امم. انا اللي بلاقيه كده ببعد عنه، بروح اقعد مع الناس اللي تزقني لقدام، برافو. اللي تديني الدعم الحقيقي اللي تخليني في يوم من الايام انا عايز ابقى زي ده، انا عايز اعمل زي ده. ده هيديني طاقة ايجابية يخليني انا نفسي انجح، انا نفسي النهاردة اوصل للمرحلة دي، عشان لما اوصل للمرحلة دي انا عايز اوصل لمرحلة بعدها. امم. امم. آه، النهاردة مين المعيار بتاعك النهاردة فين؟ من البيئة اللي حواليك. انت لو معاك بيئة حواليك بتزقك لقدام، بتسمع دايما افكار ايجابية، حاجات كويسة، والله احنا ان شاء الله ربنا هيكرم، الكلمة الصغيرة بتفرق. جد. في حد تاني انت ممكن تقعد معاه يقول لك ايه يا عم الدنيا واللي فيها واللي عايزينها، ده اصلا انت من غير ما تحس، من غير ما تحس انت بتحط في الكوبايه بتاعتك اللي انا قلت لك عليها دي ما نقط تحط فيها سودة. نيجاتيفيتي كل شويه او بالظبط، سلبيات بتاثر فيك بالسلب. بالظبط. فانا ببص في ورقتي، ما شاء هتديني الله. طاقه ايجابيه النهارده، وهتحببني في الحياه اللي انا اصلا ما كنتش طايقها زمان فاللي هو انت صاحبي وحبيبي. لكن هتيجي النهارده بقى تقعد تلعب لي في دماغي اصل الدنيا سودة، اصل مش عارف ايه، لا يا عم الدنيا مش سودة يا عم، دي الدنيا حلوه قوي. الاراده هنا بتتحكم. انت النهارده خلاص اخدت قرار ان انا مش هرجع تاني. وبتهرب من الاجواء اللي كنت ممكن تشدك او ترجعك تاني بالظبط. للي كنت عليه قبل كده. حازم، انا النهارده نجاحي الحقيقي في ان انا عندي تفاؤل لبكره. صح. انا نجاحي صح. الحقيقي ان صح. انا النهارده واصل لمرحله ان انا اقدر احقق نجاحات بعد ما كانت كل مقومات النجاح في حياتي مقتوله. عارف فكره ان انت مصدق في نفسك دي، هو ده اهم حاجه في النجاح. اهم حاجه انك تصدق ان انا اقدر. هي دي. بس بعد كده هتلاقي الخطوات بتمشي، وهتلاقي ربنا بيسهل لك الامور وبيسر لك الامر وبيوقعك في ناس او بيئه صالحه. بتساعدك. ده ربنا يعني، معلش، ده ربنا بيرزق كل اللي على وجه الارض ربنا بيرزقه. فما بالك انت النهارده بتسعى، النهارده انت بتعمل حاجه، ربنا مش هيرزقك انت؟ مم. لا، ده ربنا هيديك فوق ما انت متخيل. وده اللي بيحصل معايا. الحمد لله. انا الحمد لله النهارده في حياتي عامه، انا الخطوه اللي بمشيها ربنا بيعوضني قصادها 10 خطوات. ما شاء الله. ما شاء الله. وهل انا النهارده اجمد واحد في الكوكب؟ لا، انا امكانياتي قد كده ومحدوده، بس انا النهارده بحاول اشتغل عليها كل يوم. انا النهارده مش عايزه يخلص غير لما اتعلم حاجه جديده، افهم حاجه جديده، افهم نفسي اكتر. مم. كل بني ادم بيبقى جواه عيوب، انا لازم اعرف عيوبي فين، لازم اشتغل عليها. مفيش يعني، هنقول مفيش عيوب بتنتهي، بس على الاقل اقدر اقلل من حدتها. جدع. طول ما انا عارفها هي فين، مش هاذي حد بكلمه، جدع. لان دي ممكن تبقى من عيوبي. الله ينور. ان انا بتكلم كلام، فهخلي بالي ان انا ما اذيش حد بكلمه، ما اقولش كلمه لحد مثلا النهارده، لا انا لو لا اقول الخير واقول اللي اخلي البني ادم مبسوط، يا ما اقولش. طيب خليني بقى اروح يعني انا مش عايز الحلقه تبقى اطول من كده. عايز اخد منك رساله اخيره سهله وبسيطه ومعبره توصلها برضو لكل اللي عاشوا او مروا بتجربه شبيهه او لسه عايشين في ولا حاجه، يعني ما بيعملش حاجه، بينام ويصحى اليوم ده زي اللي قبله زي اللي بعده، ما فيش اي خطوات بتتاخد. بص، احب اقول للناس دي بجد الدنيا تستاهل، او الحياه تستاهل حياه حلوه، وتستاهل النهارده ان انت تقوم وتتحرك وتعمل حاجه. عشان والله كلنا نقدر، كلنا نقدر، بس هي انت حابس نفسك في قفص قله الحيله. طب اخر حاجه مصطفى، انت شايف مين اكتر ناس تستحق النجاح او تنجح عشانهم؟ انا كمصطفى اه. هنجح عشان نفسي، عشان انا لو ما حبيتش نفسي وما نجحتش عشان نفسي مش هعرف احب حد. امم. امم. طبعا الطبيعي اهلي طبعا يستاهلوا، كل الناس القريبه مني. مستوعب انت جدا مستوعب جدا جدا كلامي؟ انت بتقوله. ما هو انت لو نجحت عشان نفسك انت برضو نجحت انا عشانهم، ما انت بالظبط، اكيد هم بالنسبه لك بالظبط. في بس المقام اللي يليك، وده طبيعي بالظبط. جدا. بس انا لا انا بحب نفسي، وشايف نفسي استاهل كل حاجه حلوه، ومن حب لنفسي انا هقدر احب كل اللي حواليا. وانا كمان بحبك يا مصطفى والله. وانت كمان حبيبي عزوم. اتبسطت بيك واتبسطت بالمقابله الجميله دي، وحقيقي كانت دردشه بسيطه لكن لانها خارجه من قلبك، اعتقد من قلبك
ايه قبلك دي؟ دي بس قلبك لانها خارجه من قلبك، لانها خارجه من قلبك، فاعتقد ان هي هتوصل بشكل سهل وبسيط. خليني اقول حاجه بقى اخيره برضو من القلب. ناس كتير بتمر بتجارب صعبه جدا جدا جدا، بتعيش تحديات مش سهله. فعلا ممكن يكون في ظروف صعبه، فعلا ممكن يكون في بيئه غير صالحه بتأثر عليك بالسلب، ممكن تكون غرست في حاجة مش عارف تخرج منها. لكن في الآخر فكر في النتيجة، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ النتيجة هتكون عاملة ازاي؟ النهاية والله ممكن تبقى سجن، النهاية ممكن تبقى موتة في مكان غلط، النهاية تبقى زي ما دخلت الدنيا زي ما خرجت منها، ولا حاجة، ولا حد فاكرك بأي حاجة. انت مشيت بدون أي أثر إيجابي أو بأي معنى طيب أنت ممكن تكون سبته في الحياة. رسالة تانية برضو على الصعيد الآخر، يعني بلاش نحكم على الأشخاص، بمعنى أنه كلنا ممكن نشوف بني أدمين نتوقع النهايات بتاعتهم. اوعى تدي لنفسك الحق أنك تقول أن البني آدم ده نهايته وحشة. البني آدمين بتتغير، البني آدمين بتتغير لو حبيناهم. لو الناس دي لمست حبنا ليهم ومحاولتنا ان هم يخرجوا من اللي هم فيه، صدقوني هياخدوا المسار الإيجابي وهيبتدي ياخد خطوات. وانت اوعى تستسلم من محاولاتك، لان دورك مهم جدا في انك تنقذ الناس دي. ولو قفلت الباب انت أثرت في حقهم وأثرت في رسالتك في الحياة. مصطفى بالنسبة لي تجربة عظيمة جدا جدا، أنا بتشرف بيه كونه صديق بالنسبة لي النهاردة. التجربة دي حصلت من شخص عادي زيه زيك، مر بأسوأ حاجات في الحياة أنت ممكن تتخيلها، لكن في الآخر ربنا وفقه أنه هو قدر يخرج منها، لكن كان عنده الإرادة والرغبة. ادي لنفسك فرصة واعمل محاولة، في التانية في التالتة، وشوف النتيجة. في الآخر أنا مؤمن بمقولة بتقول إن الحياة مدرسة تعرض نماذج البشر، لكن التاريخ يحفظ النماذج الصارخة التي خرجت عن قواعد الاستسلام. سلام.